ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده باذن الله هنوريكم ازاي بنربي اللبن في الزير او الزلعه. في ناس بتقول عليها الزلعه، انا مش عارفه ولا ايه، وناس بتقول عليها الزير، بس احنا بنقول عليها الزير يعني. هنوريكم ازاي بنربي اللبن في الزير، وازاي تحافظي على اللبن من ان هو ما يربيش روايح ولا اي حاجه كريهه، وازاي تغسل الزير، وازاي تحطيه على ايه يعني يسنده. المازير، احنا بنقول على المازير يعني اللي شايل الزير ده. وازاي تروب اللبن، وازاي تاخديه على الخضادة وتستخرجي منه الزبدة ويقعد قد ايه معاكي في التلاجة، وازاي تروبيه يقعد كام يعني كام ساعة برا التلاجة، وتحوش اللبن قد ايه في الكيس، وبعد كده تضيفيه في الزير. كل التفاصيل دي هتعرفيها معانا في الفيديو لو كملت معايا الفيديو لحد الاخر، وهتعرفي كل التفاصيل ان انت تعمل اللبن ويبقى ابيض وفاتح وجميل بالشكل دوا، وما يبقاش فيه اي لون اصفر، لان الصفار ده يدل على ان اللبن دوا مش مخدوم كويس. واول حاجه هتعمليها، انا هدور الخضاضه واسيبها دايره، وهنطلع نغسل الزير فوق العالي، لان احنا حاطين الزير فوق العالي عشان خايفين لحسن العيال يكسروه. هنغسله فوق العالي يعني او فوق السطح لحد ما الخضاضة يعني ايه تخض وتخلص خض براحتها. طبعا انا هقولك هتعمل ايه. طبعا ده انا بغسل الخضاضة الحواف بتفضفض فبنغسلها، انا مش بضيف عليها مية كتيرة يعني. انا هقول لكم بنعمل ايه. طبعا الزير كل ما تحط فيه لبن بينشف معاك. طبعا احنا اول مرة نحط فيه لبن، فلسه اللبن لبن عادي يعني. فالمسام بتاعت الزير دي بتنزل المية في المصدر اللي هو تحتيه، تلقى المية. فانت بعد كده بتنزح المية اللي بتنزل منه، اللي هي المية دي بتنزل لما انت حاطة ملح، بتخلي اللبن ينشف معاكي في الزير يعني يروب معاكي ويبقى تخين وينزل منه المية. اللبن ده طبعا مروبينه قبل ما نخضه. ولازم في اللبن النظافة، اهم حاجة في اللبن النظافة. تربط الزير كويس وتغطيه وتنضفيه من بره ومن جوه، وان كان تحتيه ميه، احنا هنا طبعا لسه ما نزلش ميه، ده لسه عاملينه. وتحطي جار يا جيركن يا اما برميل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوا وتحط فيه. اما الطبق ده بنحوش فيه اللبن، الطبق ده بنحوش فيه لبن في الكيس، زي ما شفت يعني في الفيديو اللي عدى. لما اللبن يروب معاكي تحطيه في الكيس وتغسليه وتنضفي الكيس وتملحيه بالملح، وبعد كده هويتي تغسلي الكيس كويس. وبعد ما يكتروا معاكي في الكيس، لو انت عندك زير هتنصب الزير وهتعمل له شفا وهتعمل له. ده طبعا اللبن بعد ما روبتيه، ده لبن حليب لسه ما خضناهوش في الخضاضه. طبعا الجيركن بتاعنا مش اللي هو مش نظيف. الحواف دي تدل على ان هو ايه، في زبده في اللبن، فكانت عامله اللبن اصفر من فوق. زي ما انتوا شايفين كده هويتي ده وش اللبن. وش اللبن ده طبعا رايب، لازم تروب اللبن عشان اللبن الحامض ما ينزلش منك من الزير كله لبن، او ما ينزلش منك من الكيس كله يبقى لبن. لان انت لو ما روبتوش وخليتيه تخين معاك بالشكل ده وخضتيه بعد كده، هينزل معاك كله من الزير، كانك يعني ما عملتيش اي حاجه، كانك حطت اللبنات ونزلتهم من الجنب التاني. طبعا احنا غاسلين الخضه، لازم الخضه دي تغسلها وتنضفها كويس عشان ولا يبقى فيها ريحه ولا يبقى فيها اي حاجه. وطبعا ما تكمرهاش بالغطا على طول بعد ما تخلص الخضه وتغسليها يعني، خليها متهويه في الهواء عشان تبقى ريحتها جميله على طول. ولازم تغسليها ببريل. انا هقولك بعد ما نخلص بنغسلها ازاي، بس خليك معايا لاخر الفيديو. انا هنا حطيت اللبن الرايب في الخضاضه. اللبن ده بياخد معايا كام يوم عشان يروب، على حسب ما انت تحلب يعني. يعني مثلا انت حلبت صبح وليل، هتحطيهم في الجردل، بس تحطي ملح بالشكل ده. طبعا في البقرة ما ترضاش تخرج السمنة في الخضادة غير لما تحطي لها ملح وتحطي لها ميه مسقعة. طبعا البقرة دي بتاعت بيت ابويا نفس الكلام. يعني انا دلوقتي امه بتجيب ميه متلجة من التلاجة وبتدوب فيها الملح، وكمان اللبن مروباه وحطاه في التلاجة عشان يرضى يخرج معاها السمنة. فطبعا دي ميه مسقعة عادي يعني، الميه دي مش هتضر اللبن في حاجة. طبعا ده لبن بيتنا احنا مش بنغشه كده يعني. اللبن دوا بتحطيه في الزير، فالزير بينزل معاك الميه دي ويخلي اللبن يقعد جالس جواه او يروب مع في بمعنى اصح. بس انت مروباه قبليها، بس الخضاضه بتفكه معاكي بتخلي زي الحليب، هو لبن حليب. طبعا احنا طلعنا فوق العالي او فوق السطح، فوق السطوح يعني.
حاطين المصير دوا على عفش وحاجات عشان انت بتغسليه وتنجليه ما يتكسرش معاكي. المصير ده معمول من ايه؟ معمول من اسمنت و... وحبة حديد باين من تحت يعني في القعر. يعني احنا هي مش عارفينه معمول بيه، دي عندنا سنين يعني، دي كتير يعني عندنا، مش احنا اللي عاملينه، احنا كنا بنشترينه جاهز. طبعا لازم 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 اهم حاجة في الزير ده النظافة. لازم تغسليه كويس وتنضفيه بالفرشة من جوه ومن بره. ولو في حتة مثلا هاركة كيف يعني، لو في حتة زي اللي هي في الحنك دي شكلها بني، تحط لها حتة اسمنت، يعني دي كانت مكسورة يعني مفتفتة منها بعض الحاجات يعني مع التطليع والتنزيل وكده، ودي كذا سنة، مش يعني مش السنة دي يعني، مش زير السنة دي دي من ساعة ما كنت صغير يعني، ما دي كتير، مش عارفة دي حوالي أقل حاجة 15 سنة الزير ده عندنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الزير ده، ولو لقيت فيه كسور في حنكه زي كده هتجيبي حتة اسمنت وتخليها تحطيها من فوق كده عشان تجمد الزير معاكي، ما تخلوش دايب. والزير ما تحطلوش اسمنت من تحت. لو حطيت له اسمنت من تحت زي الزير بتاع الميه، فطبعا اقل حاجه يعملها معاكي ان هو مش هيخر الميه ومش هتعرف. اشركت حبيبتي طلعت ورانا واحنا بنغسل، طلعت على العالي فبتتفرج علينا احنا بنعمل ايه يعني. طبعا الزير لو حطيتيله حبة اسمنت من تحت فمش هينشع او ينضح معاك المية، فلازم تخليه زي ما هو احمر زي ما هو. هينزل معاك لو انت اول مرة تعمل في الزير، هينزل معاك مية كتيرة وكده، بعد يعني فعادي ده مش هيبقى في اي ضرورة. بعد ما غسلنا الزير ونضفناه كويس وخليناه فلة، والحته اللي كانت مكسوره لحمناها يعني بحاجه بسيطه باسمنت، وما تحطيش اسمنت على من بره، ما تبلطوش باسمنت عشان يخر الميه. دي كلها معلومات مهمه يعني. شيلته فوق راسي ويا حلوه يا شاله البلاص من فضلك ده السجين، نزلته لحد من الدار الاول الدار التالت لحد الدار الاول تحت. وامي يعني طلعت من الدور الاول لحد الدور التالت عشان نغسله فوق وما تكسرش مني. وحطينا تحتيه عجله اللي هي بتاعه اللهم صل على النبي، بتاعه الكريتا او بتاعه العربيه، اللي هي العجله اللي هي السودة دي، اللي هي يعني تحافظ على ان انت وانت بتجري كده وكده ما يطولش الارض ويطج منك او يتكسر منك. طبعا المصير ده امي كانت مطلعاه من عشيه يعني او من امبارح فوق العالي اللي هو فوق السطح، وحبت تحط له حبه اسمنت وتبلط بيها اللي هو تخليه يعني شكله مساوي كده، فما نفعش يعني معاها. هقول لك ما نفعش ليه، لان المصير ده متربى عليه لبن قبل كده. يعني يجي حوالي مثلا كتير، يجي حوالي 15 سنه قبل كنا مربى عليه. فالاسمنت فيه ماده حدقان، او في ماده من الميه اللي بتنزل من الزير فيها حدقان يعني في المصير ده. فاياه فب فاللهم صل على النبي، فالاسمنت ما رضيش يلزق معاك. احنا هنا بننزله من الدار التالت، ده تقيل عن الزير والله العظيم يا جماعه. والله الفلاحين شقيانين ما يقعدوا خالص يعني من السعي للعيال. الله يقوينا يعني، ربنا يساعدنا احنا واللي زينا. طبعا نزلناه واحدة واحدة كده لحد ما نزلناه دوار الأرض من الدار التالت، وعشية نفس الكلام من الدار الأول لحد ما طلعنا الدار التالت. والزير زي كده عشية نزل طلعناه من الدار الأول طلعناه فوق الدار التالت. والزير ده بعد ما تخلص يعني فيه خالص خالص لبن، تحطيه في حتة تكون مهوية كده وشمس وحلوة، وتغسليه وتسيبيه نضيف عشان ما يلزقش فيه أي حاجة ولا يربى أي روايح ولا أي حاجة، عشان لما تيجي تاني سنة تعملي فيه تلقيه نظيف وفله زي كده. احنا دينا 15 سنة بنعمل في الزر ده. اه هو الزر ده فيه جنب يعني زي الكرشة كده، جنب غليظ عن الجنب التاني. كنا من زمان بنقول عليها الزر ابو ايه، ابو كرشة او حاجة زي كده، او ابو بوججة يعني، مطلع حتة يعني كده في الجنب كده تخينة شوية. طبعا امي مسكت المزير وظبطته وسندته بشوية يعني مثلا حتة سيراميكا او حاجة لازم تسنديه كويس عشان ده منة السنة هتبقى جواه، مش اي حد يجي يطوح ولا تحط فيه لبن يروح واقع مكسور. لازم تظبط المزير تخليه في ارض عدلة ثابتة، وتظبط الزير في ارض عدلة برضو ثابتة. وبعد كده هويت احنا كنا محوشين اللبن ده في الكيس. الكيس ده لونه اصفر على فكرة يا جماعة، انا كنت محوشة في لون في كيس فلان ابيض، بس الكيس دوا بتاع امي، لكن الكيس بتاعي انا لسه محوشه في الكيس، انا ما حطيتهمش في الزير. طبعا ربنا يزيد ويبارك يا رب.
هما دي يجي تاني شهر بتحوش في اللبنات دول من البقرة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، بتعبي بالطبق من الكيس وتحطه في الجردل. واهم حاجة ان هي تبقى غاسلة الزر كويس ومنشفاه يعني، او عادي لو مش ناشف مش هيجرى له حاجة، هينشف يعني مع اللبن. حطت في القعر ده ايه صحن ملح خشن. ملح خشن انتوا شفتوا زي ما انتوا شفتوا كده، انا جايبين حوالي شكارة ملح من الراجل اللي بيفوت دوا، او الراجل اللي بيعدي عندنا بيبيع. ومخلين الملح دوا للبن بس، عشان اللبن ده ما ينفعش مع الملح الناعم. وتقعدي كل شويه تجيبي لك شكاره، ما تنفعش معاك. تجيبي ملح خشن وتنجز يعني عشان يحيق معاك اللبن ويبقى طعمه حلو. زي ما انتوا شفتوا، انا عبانا اللبن يعني اللي كان في الكيس وحطيناه جوه الزير. كل ما تعبي اللبن اللي كان في الكيس يعني لحد ما يبقى ما فيهوش حاجه خالص، هتكبيه كده وتروحي مسحاه كويس، وتخلي الكيس تحشيه كويس يعني، تخليه يبقى نظيف حلو كده وتحشي اللي عليه. وزي ما انتوا شايفين كده تخين وحلو كده اللبن ده، كمان بيجلس ويتخن تاني كل ما تسيبيه، بيجلس ويتخن تاني يعني، بيصفي الميه اللي بتبقى في اللبن. زي ما انت شفت يعني بنحطها في الخضاد، الميه اللي احنا بنحطها دي علشان الحواف مثلا تنزل معاكي، وعشان برضو البقرة مش هتطلع سمنة غير لما تحط لها الماء المسقع دي وتحط لها الملح. طبعا اللبن الحادق ده لازم تحط له ملح. اما اللبن احنا طبعا بعد ما نصبنا الزير وحطينا اللي كانوا في الكيس، سايبين الخضادة برضو ما تخض زي ما انتوا شايفين كده، ما تاخد معانا حوالي اقل حاجة نص ساعة تخض فيها، وممكن اكتر لو اللبن مسقع هتاخد معاك حوالي ساعة تخض فيها اللبن. لو اللبن مش مسقع هتاخد معاك اقل من ساعة يعني. طبعا في على حسب كل واحد، على حسب البقرة اللي عنده. في ساعي بيحب اللبن يا مش مرصرص قوي عشان يفرز عليه، وفي ساعي بيحب اللبن مسقع وفي ملح. وطبعا على حسب الجو، لو الجو حرارة لازم اللبن يبقى مرصرص، ولو الجو سخن لازم اللبن يبقى لو الجو قصدي سخن يبقى مسقع زي ما قلنا. ولو الجو شتاء ومرصرص وبتعمل جبنة لازم اللبن يبقى دافي شوية عشان ما ياخدش معاك خض في الخضادة. ولو في الحرارة يعني كل حاجة العكس، في الشتاء بيبقى دافي شوية، تدفي يعني تطلعيه من التلاجة يفوق يدفى معاك شوية وتخضيه. بس في الشتاء بنعمل جبنة مش بنعمل لبن حامض، وفي الحرارة بنعمل لبن الحامض. طبعا احنا خضناه هنا واستخرجنا السمنة على حسب يعني اللبن بتاعك. لو كان قليل هو لبن دوا يعني فيه مية يعني مش كله لبن. بعد ما استخرجنا السمنة منه يعني على حسب اللي يديهولك ربنا، حتتين سمنة اللي يديهولك ربنا الحمد لله. طبعا تدور الخضادة شوية بعد ما تخضي، تدورها شوية هتطلع معاك هي قشطة كده يعني زي الريمة. تروح حيشاها في جركن او في جردل صغير زي ما انت شفت كده حشته، وتخليها للبن الحليب اللي هتحط عليه تاني. طبعا احنا اللبن الحليب اللي كان جوه الجركن الصغير حطيت عليها القشطة اللي طلعت من بعد الخضيض، وهخليه واحط عليه ملح عشان يتروب، واحط عليها اللحلب. ومثلا حلبت في الصبح هحط عليه، حلبت في الظهر يعني انا اسفه مش في الظهر، حلبت في اخر النهار برضه احط اللي عليها اللبن. يعني احط عليه مثلا حوالي 3 ايام، صبح وليل صبح وليل صبح وليل، ولحد ما هتلقيه عمل قرص معاك زي اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده، يعمل زي الجبنه كده، يعمل قرص من فوق بس مش جبنه ماستكه، لا ده يبقى دايب وناعم كده اللبن، بس هو يبقى عامل قرص. طبعا لازم تمسك الزينة دي اللي احنا بنرج بيها، وتدوب اللبن اللي من تحت اللي كان تخين، وتحط على اللبن اللي هو خضاه ليه عشان اللبن يتجانس في بعضيه ويبقى كله زي بعضيه. وطبعا لازم تغسل الكيس حلو، وما تخليش حاجه مفضفضه من جوه في الحواف، انا اسفه مش الكيس، تغسل الزير حلو من بره ومن جوه، وتربط له شال زي ما انت شايفه كده زي شال ستي، تقنط له الجنطه دي، وتروح حاطه عليها الطبق ده طبعا عشان برضو الشال خفيف، ويبقى محافظ عليه من الغطا من فوق، لو اي قطة اي حاجة اي عيل جه يلعب عنده يبقى متغطي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا وريتكم من تحت ان احنا بننزح المية. ننزح المية، هو مفيهوش مية لسه نزلت يا جماعة، هيقعد لتاني يوم هيملى المصدر ده مية. المية طبعا اللي هتنزل اللي كانت في الخضادة بنحطها عشان يسقع، والمية اللي داخلة في اللبن، وبرضو اللبن برضو بينزل معاك مية. زي ما انتوا شايفين انا بشرح بقول لكم لازم الزر يبقى نظيف من بره، وتجيبي له جردل او حاجه زي اللي انتوا شفتيها دي اسمها برميل اللي هو الازرق ده، وتعبي فيه الميه، والميه دي بنوديها يعني ما تكبهاش في الحمام،
ولا تكبيها على سطح عشان خاطر الملح بياكل السطوح. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، ممكن ناخد المية معانا الجبل ونكبها يعني في الجبل، يعني في حتة تكون هي مش بتزرع، عشان الملح يعني وحش على الزرع. وزي ما انتوا شايفين ده اللبن الحليب اللي احنا كنت حليبه من البقرة، وحطيت عليه شوية من الخضادة من اللبن الرايب اللي طايل الملح، عشان يعمل خميرة معايا، يخمر معايا اللبن الرايب اللي كان في الخضادة، واللبن الحليب يروح مروب ويعمل وش في الجردل زي اللي عمله دي شوية زي الجبنة كده. وبعد كده هويتي ده اللبن حليب برضه حالبينه، ده طرف تاني. يعني مثلا ده طرف الصبح مثلا هنحطه، واللي كان دي شوية مثلا طرف الليل، وحطينا على ملح وحطينا في الجردل لحد ما الجردل ده يكمل معاك، مثلا ياخد 3 ايام، مثلا صبح وليل، طرف صبح وليل صبح وليل. وهتحطيه وتحط له شويه ملح وتدوبيه حلو كده، وتحطي عليه شويه روبه من اللي هم جوه الكيس او جوه الزير، او لو انت مش مروبه تاخدي من واحده جيرانك مروبه وتحطيه، او لو انت عايزه تروب اول مره ومش عارفه تروبي تحطي شويه كشك زي اللي احنا شفناهم في الربا اللي هو الكيس اللي عدى ده، وانا بقى بعمل الكيس تحط شويه كشك وتبلهم خالص، وتاخدي الميه بتاعتهم. طبعا هتروب معاك اللبن وملح، وتسيب اللبن يقعد معاك يوميا هيروح رايب على طول. وبعد كده بعد ما خلصنا خض وخلصنا وظبطنا الزير وربطناه وخدنا الروبة اللي كانت واللبن الحليب حطيناه في جردل، ومستنيين يعني نحلب تاني مثلا في الليل، ونحلب تاني يوم ونحط عليها عشان يروب. قلت الخضادة لازم دي تتغسل، ما تسيبيش الخضادة بعد ما خضي يعني مش نظيفة قاعدة بلبنها، لان اللبن ده طايل ملح، ممكن ياكل معاك الخضادة ويساعد على ان هي الخضادة تتخرم معاك بسرعة. ممكن لو عملت يعني خضت عليها وسبتيها مثلا، يعني مثلا هملت فيها سنة او اتنين مثلا وانت بتخضي، او هملت فيها، فطبعا هتاكل الحلة بتاعتك دي وهتبوظ معاك تتخرم. طبعا انتوا شفتوا المروحه بيضه بتاعت الخضاده، اسمها مروحه اباجوره، مروحه يعني جميله وحلوه مش بتسف السمنه معاكي وانت بتخضيها، شكل المروحه دي مش بتسف معاك السمنه. طبعا انا غسلتها في الاول ببريل او بسائل بتاع المواعين، ده الصابون بتاع المواعين، تغسليها حلو لحد ما ترغي معاكي. بعد كده تشطفيها بميه نظيفه برضو، الميه لازم تكون دافيه عشان تحوش معاكي لو سمنه او لبن او اي حاجه. وتجيبي فوطه نظيفه وتمسحها من بره ومن جوه، وما تخليهاش طايله اي حاجه لبن، علشان وكمان ما تغطيهاش وتكمرها بالغطا عشان تبقى ريحتها حلوه لما تيجي تخض فيها تاني مره. وطبعا الميه اللي كبناها منها غسلنا فيها الحاجات اللي كانت طايله معانا لبن من الزيت.